هل انت سافرت وبعدين دورت على شغل وانت هناك، ولا سافرت على شغل هناك؟ ما بنصحش حد ابدا ابدا حتى لو في دوله عربيه يروح وبعدين يدور على شغل. وهتعمل كده هتعمل كده. اوكي. انت هتحرق طب فلوس كتير. طب انت هيجي لك شغل وانت قاعد هنا ازاي؟ سهل جدا سهل جدا. ده انا عملت يعني بودكاست مخصوص بقى عن الموضوع ده. اتكلمت مع باسم حلمي وابراهيم مسعد وكم حد من شباب صحابنا اللي شغالين في شركات انترناشونال. كل واحد عايش فيهم عايش في دوله مختلفه. احكي لي يا باشا انت سافرت ازاي؟ ايوه. واللي عايز يجي ازاي. فكان ملخص التجربه ان انت بتظبط CV محترم ولينكد ان بروفايل. انا كل الوظائف والله، والناس بتتريق على الموضوع ده، بس انا كل الوظائف جات لي في حياتي من لينكد ان. الناس تقول لك انا عمري ما شفت حد جاله وظيفه من لينكد. لا يا حبيبي، يجي والله. ظبط بروفايلك وهتلاقي الناس اللي بتكلمك. ده رقم واحد. طيب لو انا ظبطت لينكد ان بروفايل كويس، او انا يا عم ما عنديش لينكد ان بروفايل كويس وستيل بتارجت ان انا اسافر دوله معينه، بالمعلومات الحلوه اللي بقولها الناس بتستفيد منها. لو انا بتارجت مثلا المانيا، حط اللوكيشن بتاعك في لينكد ان في المانيا، ان انت قاعد في المانيا. هيجي لك كل الوظائف اللي مفتوحه في المانيا. فتقدر تقدم عليها، وفي نفس الوقت هتلاقي ناس بتريتش اوت. وفي كتير من اللي بيجي لك وهو يعني بيابروتشك، يعني ما عندوش مشكله ان هو انت يعمل لك ريلوكيشن وينقلك والكلام ده كله. فلو انت بس عايز تروح هولندا، حط اللوكيشن انت عايش في هولندا. مش ما اعرفش يعني عايش في هولندا ده المسمى الصحيح ولا لا، بس انت بتغير اللوكيشن على لينكد ان ان انت في هولندا. طب لو هم كلموك تشتغل هناك يعني. طب لو هم كلموك وقالوا لك انت شكلك انك في هولندا، فتعالى نعمل انترفيو، وقتها بقى اجراءات الفيزا والحاجات اللي ممكن تتاخر ديت، ما انت ممكن وقتها ما تكونش جاهز مثلا، فازاي بتتصرف في حاجه زي ممكن. ما هي الفكره كلها عشان كده بقول لك انت اللي بتقدم. يعني انت بتلاقي وظائف كتير مثلا معروضه في هولندا، وهم بيبقوا صريحين في الموضوع ده. هو بيكتب ان احنا بنسبورت ريلوكيشن او لا. كاتب احنا بندعم انت تيجي ريلوكيتد او لا. طيب لو الفرصه دي لاي سبب من الاسباب مش متاحه، ساعتها بقى قلت في البودكاست حتى كمان وبعدها تاني، ان انت بتارجت الشركات اللي عندها سهوله في انها تنقلك. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني كل شركه جوه دوله سواء هولندا او غيره، يعني كل شركه عندها كوتا معينه في الناس اللي تقدر تجيبها من بره البلد. ما هو انا كحكومه هولندا انا عايز اضمن ان الناس اللي عايشين هنا هم رقم واحد اللي هيشتغلوا. صحيح. طب عشان اضمن ده انا بليمت ان انت تقدر تجيب كام واحد من بره. فباجي للشركات معينه، لا انت ما تقدرش تجيب غير 2 في السنه، انت ما تقدرش تجيب 1 في السنه، انت لكش كوتا اصلا. بينما بقى الشركات اللي هم بيسموهم شركات الاستشارات الكبيره زي ديلويت وكي بي ام جي وارنست اند يانج وبي دبليو سي وفرايزون وكل الشركات الكبيره بتاعت الاستشارات دي، ده ما عنده انليميتد كودا، عنده انليميتد حرفيا. هات يا باشا اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه. فالحاجات دي اسهل حاجه تقدم فيها. عظيم. قدم فيها، ولو عديت ان شاء الله تعدي يعني ما عندوش مشكله خالص ان هو يعمل لك ريلوكيشن.